أصدقاء الدحيحة من كل مكان في الجمهورية، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في عالم الدحيحة مع الداعية الكبير دكتور كورولوس ناروز. ازيكم يا شباب، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. طبعا احنا مكملين مع بعض بنحل الهوم ورك، وطبعا انا بفكر الشباب اللي مش بتحضر الهوم ورك وما بتسمعش الهوم ورك وبتشوف وبتحل هتزعل وما تكسلش. الفيديوهات دي ما بصورهاش لنفسي يا حبيب قلبي، الفيديوهات دي ليك انت يا قمر. يبقى نذاكر ونسمع الهوم ورك عشان نعرف نحل ونتعلم ازاي نحل يا صديقي. يلا بينا نحل. نبدأ بدايتنا القوية بنحل مع بعض شابتر 1 ليسون 2. يلا بينا يا صديقي، وبنبدأ بالأوكتت رول كمان. يلا بينا. بيقول لك the number of hydrogen atom bonded to another atom that has 7 valence electron. حبيب قلبي، الاتوم اللي عندها 7 فالنسي الكترون، ركز بقى، اللي عندها 7 فالنسي الكترون دي حبيبي دي الفالنسي بتاعها ب1 لانها دي بتجين الكترون، صح؟ طيب بعد كده بيقول لك ايه؟ ركز. ذا نمبر اوف هيدروجين. طب ما الهيدروجين كده برضه هيبقى 1 اهو. لو الفالنس بتاع الهيدروجين ب1 ودي ب1 يبقى النمبر اوف هيدروجين اتومز هتبقى 1، صح كده؟ يبقى النمبر اوف هيدروجين اتومز 1. ليه؟ يعني مثلا اكزامبل زي الاتش سي ال. ما هو دكتور الهيدروجين بيند ب1 بيلوز الالكترون، والكلورين بينتهي بالفالنس الكترون 7، عنده اخر شيل عنده فيه 7 الكترون. يبقى كده يا دكتور ده بيلوز 1 وده بيجين 1، والاثنين الفالنسز بتاعتهم مونوفالنت، وخلصنا. اللي بعده the octet rule can't be applied on a pose. انت حافظهم. ها بص يا صديقي، بسلة 5 بفة 3 دول 2 كومباوند، يبقى فوسفورس بنتاكلورايد بورون تراي فلورايد. خلصنا. دول can't applied on a octet rule. Which of the following compound doesn't apply to the octet rule. لازم يا صديقي دي تشتغلها بايدك، بمعنى بص هعلمك تشتغلها ازاي بس ركز من فضلك. الوتر انت حافظ ان الاكسجين عليها، ايوه قول معايا، الاكسجين عليها كام يا دكتور؟ عليها 6 الكترون. وادي الهيدروجين اهو كل واحد عليها 2، يبقى دول لو جيت تعدهم يا صديقي هتلاقيهم 8 الكترون. دي اوبي الاوكتت رول. الميثين بص الميثين ليه عملت كده يا دكتور؟ لانه بوندد بفور هيدروجين، كل هيدروجين بتشير بالكترون، والكربون تترافالنت بتاخد الكترون يعني بتشير بفور الكترون مع كل هيدروجين بالكترون واحد. طب ما دي اوبي للاوكتت رول اهو. تعال نشوف ال NO2، ربنا يستر. اولا النيتروجين عنده 7 الكترون، ما تنساش الحته دي. فلما تيجي كده تعمل الكونفيجريشن بتاعك SSB يبقى 1S2 2S2 2B، ايوه عايز اسمع 2P3. برافو. بس يا دكتور ما تنساش، بص معايا، النيتروجين عنده 3 الكترون في الفالنس شيل بتاعه، صح؟ انت مركز؟ 2 و3 يبقى دول الفالنس شيل كله على بعضه في 5 الكترون. ادي النيتروجين، بص معايا انا بشتغل ازاي. ادي النيتروجين ماسك من هنا في اكسجين وماسك من هنا في اكسجين. حلو يا دكتور. يعني انت استخدمت عند النيتروجين اهو كل اللي استخدمته 2، يبقى عنده واحد كده في الكترون عنده كده اهو، ده اللي باقي من غير ما يدخل في الرياكشن، ده لون بير. ماشي ما علينا. تعالى عد كده الالكترونز اللي على النيتروجين، ده لون الكترون سوري. تعالى كده عد الالكترونز على النيتروجين. ادي دول الفايف بتوعنا، ما تنساش في دول اللي على الجنب اللي بره. عد كده معايا يا صديقي، ايوه عد كله بقى. هنا 4 هنا 4 ادي كده 8 وفي الكترون تاني. دول قد ايه؟ لا دول 9 يا دكتور. doesn't obey للاوكتت رول، ده doesn't obey للاوكتت رول. خلاص كده ال NO2 ما نفعتش. لما جيت اعد عليها الالكترونز لقيتهم اكتر من 8، فطبعا ما ينفعش. Which of the following compound apply the octet rule؟ applies. تعال نشوف. نبدأ بالكربون دايوكسيد. الكربون عاملة بوند مع الأكسجين، دبل بوند أهو.
مع الاكسجين. يا حبيب قلبي انت عارف ان الاكسجين ده دايفيلنت فبيعمل دبل بوند، والكربون تترافيلنت بيعمل فور بوند. طب يا دكتور هي كل بوند عباره عن ايه؟ شايف كل بوند من دول؟ كل بوند عباره عن 2 الكترون اهو، ادي الكترون مع الكترون، الكترون مع الكترون. يلا امسحها دي كده اهو. ايه ده؟ يبقى يا دكتور لما تعد كده الالكترونز هتلاقيهم قد ايه؟ ايوه 8 الكترون. دكتور دي ابلاي الاوكتت رول، دي صح. موضوع سهل قوي. تعالى بقى نشوف. احنا المره اللي فاتت في الحصه بتاعتنا اتكلمنا عن الاكس شيب، وعرفنا التايبس اوف ستيريو ستراكشر للكومباوند، وتعلمنا ازاي نحدد الستيريو ستراكشر بناء على الاكس. تعالى بينا يا صديقي نحل. السؤال الاول: which of the following two molecule both have linear stereostructure؟ يعني من الاخر مين من دول AX2؟ يلا اول واحد BF3. لا يا دكتور البي ادي AF يبقى X3 ما تكملش، دي غلط. H2O لا H2O ادي X اولا الاو بوندد ب 2 هيدرو يبقى AX2 احنا حافظينها وعليها 2 لون بير، لا دي ما تنفعش خالص. تعال نشوف دي BeFFCOO. دكتور طب ما هي باينه، دي السنترال اتوم وعليها 2 بوندد اتوم يبقى AX2. طب دي السنترال اتوم وعليها 2 بوندد اتوم. دكتور اجابتنا تبقى سي صح، دول لينير. ال AX2 هو اللي لينير. اللي بعده: which of the following molecule pair whose stereostructure is planar triangle؟ مين يا جماعه planar triangle؟ تعال افكرك، ال AX3. طب مين من دول AX3؟ واحده واحده. اول واحد C2H2 احنا درسناها مع بعض يا اولاد اهي. انا شايف ان كل كربون بوندد عندها كام سيجما؟ فاكرين لما كنا بنقول كل كربون عندها 2 بوند يعتبر؟ طب دكتور دي كده ده معناه ده AX2؟ لا ما ينفعش ما تكملش. طب هنا ده AX3 بس المشكله في ده AX2، لا ما تنفعش. طيب اشوف ده برضو، لا ده برضو ما ينفعش. ليه؟ انت يا ابني حافظ ان الميثين AX4 صح؟ مش الميثين احنا واخدينه AX4. طب ما ينفعش، عايزين AX3. تعال نشوف هنا. برسم الكومباوند مظبوط اهو. اهو بص معايا يا صديقي، ركز كويس. بص يا حبيب قلبي، طبعا الباف 3 مظبوطه من غير ما تعملها، لان الباف 3 انت عارف ادي AX3. تعالى بس نشوف ده اهم حاجه. ده يا دكتور احنا بنحدد الاكس في الاورجانيك كومباوند اللي احنا اخدناهم بناء على عدد السيجما بوند والهايبردايزيشن. الهايبردايزيشن لو انت فاكر يا صديقي لما اتكلمنا وقلنا انت عندك كام سيجما، هتقول لي انا عندي 3 سيجما بوند. طالما 3 سيجما بوند يبقى التايب اوف هايبردايزيشن SB2. لو انت SB2 يبقى انت على الاكس انت AX3 لانك انت يا دكتور بلانر تراينجل، يبقى اجابتك هتبقى دي. ذاكر كويس قوي، ذاكر كويس قوي الليسون ده. The molecule of takes 3 base pyramid. طب ما انت حافظها، الامونيا NH3 كنا بنقول عليها AX3E صح؟ يبقى اجابتك 3 بيز بيراميد. ايوه 3 بيز بيراميد ايوه، يبقى الامونيا. دونت هيزيتيت يا صديقي، يبقى الامونيا. مركزين معايا يا شباب؟ سؤال نمبر اللي بعده، سؤال نمبر 8. The central atom of compound molecule carry lone pair. يعني ال A عندها lone pair. So the stereostructure of molecule can be. بص يا صديقي، طالما في لون بير يبقى هتكون عندك ممكن تكون 3 بيس بيراميد او انجيولار، ملهاش حل تاني غير كده. دول الحاجات اللي كانوا عندهم لون بير. او طبعا تريانجولار
اللي هو ترايجونال، لا ترايجونال شيب لا ما عندناش الحاجات دي، ده بلانر تراينجل. يبقى يا دكتور لينير غلط. البلانر تراينجل انا قلت لك كانت الانجل 120 اللي هي 120 طبعا، وده ما كانش عنده ويعتبر غير لون بير واحد، بس هو بوندد بتو اتوم. فيا دكتور احنا اجابتنا المنطقيه هتبقى دي الانجولار شيب يا اولاد، الانجولار شيب. اللي بعده What is the stereostructure of the molecule CH؟ بص CH Cl هو كأني قلت لك الميثين، هو الميثين. خلاص. طب ما الانجل بتاع حضرتك انت عارف ان الستيريوستراكشر شكله تتراهيدرو. تفكر في ايه؟ CH4 تتراهيدرو. If the total number of post lone pair and bond pair of electron found in an orbital of the central atom of covalent molecule is 4. عدد اللون بير بلس البوند بير، خلي بالك سوري البوند بير 4 ده ستيريو ستراكشر. بص يا صديقي انت ممكن تلاقي عندك شكلك AX2E وممكن تبقى سوري ما ينفعش اقول دي ما ينفعش خالص لان هو قال لي دول ب 4. يبقى انا ممكن ابقى AX2E2 البوند 2 واللون بير ب 2، وممكن اكون AX3E. انت مركز كويس؟ اكيد مركز كويس، تكون مش مركز معايا. فدي الاشكال اللي عندي. طب يا دكتور اسال حضرتك سؤال، لو انا عندي دولة خلي بالك هختار ايه؟ تعالى بقى يا صديقي نشوف كده اجابتنا تاني. لينير لا هو مستحيل يبقى لينير. انجيولار بس هو جايب لينير، لا قلت لينير ما تنفعش تماما تماما. تتراهيدرون ما تنفعش. تتراهيدرون كانت CH4 يا صديقي، صح كده؟ صح؟ طيب بس في نقطة عايزك تخلي بالك منها، ركز معايا فيها، الحتة دي مهمة قوي. هو قال لك ان البوند بير واللون بير بفور، طب ما ممكن اللون بير يبقى بزيرو، صح؟ يبقى انت ممكن حاجة تضيفها كمان. بص معايا كده AX4 AX4. طب يا دكتور تصدق تنفع برضو؟ يبقى اجابتك هتبقى ايه يا صديقي؟ انا شايف دي طبعا سي. تتراهيدرون تنفع. انجيولار طبعا تتراهيدرون في الاي اكس 4 صح. انجيولار اهو 3 بيز بيراميد اي اكس 3 صح، يبقى هي سي تنفع. طب ليه يا دكتور ما اخترتش دي؟ اولا ما ينفعش اختار بلانر تراينجل، بلانر تراينجل اي اكس 3 بس، فدي غلط، فدي ما تنفعش، يبقى اجابتك سي. 11 all of the following express the molecule represented by abbreviation AX2E except. ماشي ركز. 11 its electron pair are arranged as a planar triangle. صح هو planar triangle، الارينجمنت بتاعهم planar لان هما السمشن بتاع اللون بير واللون بير 3. It's a polar molecule يا سيدي ماشي polar. Stereo structure is angular طبعا ال AX2E ده angular. It include 3 لون بير. يا راجل ازاي لما انت كاتب واحدة لون بير؟ يبقى هي دي الغلطة. اللي بعده 12 بيقول لك which of the following identifies each of the number of electron lone pair on a central atom and the arrangement of electron pair in the molecule of each SO2. طبعا انت عارف ال SO2 يا صديقي، بص على اكس AX ركز AX 2 تنساش ان السلفر عليها لون بير، يبقى ده الشكل بتاعه AX2E وال H2O عبارة عن AX2E2. انت حافظهم ماشي. ده الارينجمنت بتاعه اكيد هيكون بلانر وعنده لون بير CO2. بص يا دكتور اهو، يبقى arrangement بلانر وعنده 1 لون بير، يبقى دي كده اتحلت صح، لان هو بيقول لك هنا حتى الووتر عنده 2 لون بير والارينجمنت تتراهيدرا طبعا، يبقى اجابتك هتكون دي. ركز معايا يا صديقي. اللي بعده
يلا بقى تعالى نشتغل على شويه الابريفيشن بتوع الاكس، انا مقسمها لك كويس قوي. The steric structure of PeF2 molecule is represented by PE يبقى X2، خلصنا، يبقى ايه؟ سهله. The molecule whose abbreviation AX2E2 دكتور ده عنده linked by 2 bond pair و 2 lone pair، يبقى 2 2 C. مش دي بتعبر عن البوندد اتومز؟ ودي بتعبر عن اللون بير؟ يا دكتور، يبقى عندك 2 2. Which of the following represent a non-polar molecule whose stereostructure tetrahedron؟ يبقى X4 على طول، X4 AX4 electron pairs. يلا بينا. The number of bond pair of electron is equal in the following. ركز معايا الله يخليك. The number of bond pair of electrons is equal in the following molecule except، يعني في حاجة عدد البوند بير مختلف فيها. تعالى نمسك الووتر، البوند بير فيها 2. طب ال SO2 هو طبعا البوند بير طبعا لا اكتر بكتير. بيقول لك اهو the number of bond pair of electrons is equal in the البوند بير، انا يهمني البوند بير. ماشي، طب استنى كده اديني بحاول. طب البي اي اف 2 طيب البي اف 3 انا كده رسمت لك كل حاجه. طبعا هي اللي باينه قوي واللي مختلفه تماما عند حضرتك هي البي اف 3، لان دي يعتبر 3، فعدد البوند بير بتاعتها 3. اذا يور انسر ويل بي ايه. خلاص كده يا اولاد، وصلت؟ لكن دول طبعا دي يعتبر هنا 2 هنا 2، يقصد هنا دي ماسكه في 2 دي ماسكه في 2 ودي ماسكه في 2، لكن دي ماسكه في 3. يبقى اجابتك ايه؟ وصلت؟ يلا يا صديقي مكملين مع بعض ونحل question 17. Which of the following compound molecules contain 2 bond pair and 2 lone pair of electron؟ 2 bond pair و 2 lone pair. طبعا هي واضحه بس تعالى كده نحلها. NH، شكرا يا دكتور، ادي اول واحده غلط، ده عنده 3 بوند بير. طب SO2 ادي عنده لون بير، لا يا دكتور، لا ده عنده 1 لون بير، ما ينفعش. طب ال H2S، الاس عامله زي الاكسجين. قد كده يا صديقي اللون بير، ادي لون بير وادي 2 لون بير. طب بوند بير، ادي بوند بير وادي بوند بير. يور انسر ويل بي سي. ماشي، اللي بعده 18. بي اف 3 موليكيول، ادي البي اف contain كام الكترون at the outermost shell of its atom؟ هو بص انا هقول لك على حاجه، ادي هنا في 3 تمام. طب بص بقى، الفلورين بيكون عنده قد ايه يا صديقي؟ ما انت لازم بقى تقول له الكلام بقى مظبوط. الفلورين بيكون عنده 7، صح كده؟ طب دول بقى كام الكترون في الاوتر موست؟ ما هو قال لك بقى الاوتر موست بقى فيه قد ايه؟ انا اعتقد هي 24، صح كده اهو 24. طب ليه؟ عدهم كده، دول 8 ودول 8 ودول 8، فكلهم على بعض 24. سؤال سهل قوي، سؤال حلو قوي. السؤال اللي بعده، which of the following represents the similarities and the difference between CH4 NH3 and H2O؟ السؤال ده محتاج طالب مذاكر جدا جدا. التوتال نمبر اولا بيقول لي النمبر اوف الكترونز لون بير والبوند بير. طب ما تيجي نعمل لهم كومبير. اولا السي اتش 4 عندها البوند بير 4 وما عندهاش ولا لون بير، صح؟ طيب ال NH3 عندها لون بير وعندها 3 بوند بير، صح؟ ال H2 2 بوند بير و2 لون بير. ايه ده؟ دول مختلفين في النمبر اوف الكترون لون بير
والنمبر اوف الكترون بوند بير، يبقى اذا هم مختلفين، اختلفوا. مين يبقى عندك؟ دي تنفع ودي تنفع. خلاص ماشي. اللي بعده توتال نمبر اوف بيرز اوف فالنس الكترون. الفالنس الكترون لا على فكره دي ممكن يبقوا زي بعض، لان هم خلي بالك الثري دول، الثري موليكيولز دول كانوا بيوبي للاوكتت رول. فتلاقي ان الميثين CH4 حواليها 8 الكترون، الامونيا NH3 حواليها 8 الكترون، ادي هنا 2 2 2 اهو، وادي 8. طب والووتر؟ خلاص كده يا اولاد، يبقى هم زي بعض في الفالنس الكترون، وهم خلي بالك كلهم كانوا بيوبي الاوكتت رول، فيور انسر ويل بي دي. يا سلام. What is the stereo structure and the number of free electron in a central atom of a molecule formed by combination of the atom of two element X 32 Y، ركز معايا Y 17. طيب الأول أنا بس عايز أعرف هو يا جماعة مين X 32؟ ده مهم جدا بالنسبة لي. مين هو الإكس 32؟ الإكس 32 لما تيجي كده يا صديقي تفكر كده مع نفسك، الإكس 32 لازم الأول أوزع. مركز معايا، أرجون 18 تمام، 4s2 3d10 4b2، يعني ده الفالنس شيل بتاعه في 4 الكترون الاكس تمام، والواي ده مونوفالنت، يعني دول لو عملوا كومباوند مع بعض يبقى اسمه اكس واي 4. اكس واي 4 تمام. هو طبعا ما عندوش ولا لون بير صح كده، لانه طبعا الاكس هتعمل بوند مع الواي. عرفت منين يا دكتور؟ انا عرفت ان الاكس تترافالنت فيها 4 الكترون يبقى تعمل 4 بوند، والواي مونوفالنت يبقى هيعمل بوند واحده. يبقى يا دكتور ده الستيريو ستراكشر بتاعه تتراهيدرون. تتراهيدرون والنمبر اوف الفري الكترون طبعا هتقول لي ايه؟ النمبر اوف فري الكترون ان ا سنترال اتوم زيرو، يبقى تتراهيدرون وزيرو صح كده، يبقى يور انسر ويل بي ايه. وصلت يا اولاد؟ اعتقد وصلت، سهله جدا ما فيهاش اي حاجه. يلا اللي بعده. The summation of electron pairs is equal in the following molecule except، خلي بالك الالكترون بيرز يعني كلهم. انت مركز يا صديقي؟ كلهم. تعال نشوف كده اللون بير بالبوند بير. هنا دول 8 ماشي، دول عددهم كلهم ادي 2 وادي بوند وادي بوند وادي بوند، ده عنده لون بير و3 بوند بير، يبقى دول متساويين. طيب تعالى هنا بقى بريليوم. بص انا من قبل ما اخلصها هي باينه، ادي هنا عنده كام؟ بص ركز معايا هنا، بص ركز، ادي هنا يا دكتور لا 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 ده مختلفه. اقول لك على حاجه، هي كانت باينه ان هي بي، اقول لك ليه. اولا احنا قلنا يا جماعه الاوكتت رول كل الاتوم يعني كل الاتوم تند تو ريتش للاوكتت ستراكشر اكسبشن. كان عندك اكسبشن الهيدروجين والليثيوم والبريليوم، فاكيد البريليوم مش هيبقى زيهم، يعني اكيد البريليوم مش هيبقى زيهم من غير ما تفكر. لان انت لو جيت عند الميثين حواليه كام الكترون؟ كل بوند برسمها لك هي عباره عن 2 الكترون، كل بوند برسمها هي عباره عن 2 الكترون. طب الووتر، بص معايا الووتر كلهم عليهم 8، كلهم عليهم 8 الكترون ما عدا ده. In which of the following compounds the central atom carry 2 lone pair of electron؟ طب سهله. امونيا، لا الامونيا عليها 1 لون بير. كلورين تراي فلورايد، ثانيه يا دكتور ثانيه نعملها ازاي دي؟ كلورين تراي فلورايد، ادي الكلورين وادي اف وادي اف وادي اف، كده الكلورين هيكون عليها قد ايه؟ ايه ده؟ ده عليها 2 لون بير صحيح، صح يا اولاد؟ انا شايف ده عليها 2 لون بير. ما هو الكلورين انت عارف ان الكلورين بيكون عليه ايه يا اولاد؟ حد عارف؟ الكلورين بيكون عليه 7،
منهم 3 عملوا بوند، يبقى دي في 2 لون بير. بس انت هتكمل ايه؟ خلصنا. According to Vesper, the presence of 4 bond pair of electron around the central atom causes the molecule to have زي مثلا الميثين كان عليه 4 بوند بير، كان عليه 4 بوند بير، ده يخليه لينير؟ غلط طبعا. بلانر؟ غلط. تتراهيدرون، يبقى 23 تتراهيدرون. 24 the bonding electron are located in the mid، خلي بالك between، ايوه the nuclei of 2 atoms in the molecule. يقصد بيها ان يا جماعه ال2 الكترون في النص ما بين الاثنين، يعني لا رايحه ناحيه واحده ولا جايه ناحيه واحده. طبعا ده باينه جدا في الهيدروجين، لان هنا يا اولاد الالكترونيجاتيفيتي ذا سيم، فاذا ال2 الكترون هيبقوا في النص. لكن في الاتش سي ال لا، الوضع مختلف. بص ال2 الكترون بيتشدوا ناحيه السي ال لانها الالكترونيجاتيفيتي اعلى. الاتش اف نفس النظام، ال2 الكترون عند الاف. الاتش بي ار برضو نفس الحكايه، لان الالكترونيجاتيفيتي بتاعتهم مختلفه. لكن الاتش بس لا، الالكترونيجاتيفيتي ذا سيم، فالبوند بتبقى موجوده في النص ما بتتحركش. Which of the following applied the ferrium molecule اللي هو CFF Cl ده بيفكرني بالميثين بالظبط. على فكرة يا جماعة هو derivative من الميثين، تاخدها ان شاء الله في ثالثة ثانوي في الاورجانيك كيمستري. The number of lone pair of electron is a double. لا، number of lone pair is a double. لا، مين قال النمبر of pair is a double؟ لا 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 لا، الكلام ده مش صح. عدتهم ازاي؟ تعال عد كده. يعني انا شايف بيقول لك the number of lone pair electron is double the number of paired electron. هو البيرد الكترون 4، البيرد الكترون ركز معايا يا صديقي 4 بوند بير، 4 بوند بير. طب انت هنا عندك ادي الكترون الكترون الكترون، كل واحده من دول عليها 3 لون بير. كل واحده من دول عليها 3 لون بير، يبقى كلهم 12، كلهم 3 يبقى 12. وهو البوند بير 4، يبقى 4 بوند. واللون لا، يبقى ده مش دبل، ده اكتر بكتير، لا ده التريبل. طب the number of paired electron is a double the number of lone pair. يا جماعه لا، دبل ايه؟ يعني بيقول لك النمبر اوف بير ده اكتر؟ لا غلط طبعا. the number of lone pair equal، لا هو مش equal يا جماعه، تريبل. ايوه the number of lone pair of electron is triple، صح دي. يا سلام يا سلام يا ولا سلام يا سلام، اللي انت قاعد مركز جامد معايا وفايق ومصحصح والدنيا تمام التمام، عالمي، لا بجد عالمي. Which of the following molecules contains the highest number of lone pair؟ مين اللي عنده اعلى عدد من اللون بير؟ واحده واحده. اللي الانجل بتاعته 109.5، لا غلط، هو دي الميثين. الميثين ده ما عندوش اصلا. جريتر دان، لا 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 لا، هي لو جريتر دان يبقى ما عندوش. للزن، ايوه. فاكر الووتر؟ الووتر كان عندها 2 لون بير، يبقى هي للزن، ايوه، يبقى سي. element X لويس دوت موديل هاز، ده بيفكرني بالنيتروجين. it can form covalent bond its 2 atom consist of، خلي بالك ركز، بيقول لك it can form covalent bond between its 2 atom consisting of كام الكترونز؟ بص يا صديقي وركز معايا. اولا انت لو ركزت، هو عايز الاكس تعمل بوند مع الاكس، يعني عايز النيتروجين من الاخر كده مع النيتروجين، النيتروجين مع النيتروجين بيعمل تريبل بوند. بص بص اهو، اهم دول، ويفضل عند كل واحده اللون بير بتوعها. ادي اللون بير ودول اهم البوند بير. فبيقول لك كونسيست اوف كام الكترون؟ اكيد 6 اهو، ما دول 6 الكترون اهو، الاكس مع الاكس، الاكس مع الاكس، ودول لون بير، مفيهاش اي مشكله تماما. 28 which of the following choices represents the stereostructure of PeCl2؟ PeCl2
CN2 ده AX. بص بنكتبها ازاي؟ البي اي من اكس، البي اي بنقول ايه. طب والسي ال 2 يبقى اكس 2. ده ايه اكس 2؟ ده لينير ده يا دكتور. ده لينير. يبقى كده انت هتشيل بي وهتشيل دي، صح كده؟ برافو، كمل. طب بعدين البولاريتي كومبيرد تو ووتر، البولاريتي بتاعته هتبقى عامله ازاي؟ بص يا دكتور، احسب الديفرنس ان الكترونيجاتيفيتي. بص البي اي سي ال 2، البي اي الالكترونيجاتيفيتي ب 1.5. طب والسي ال ب 3، يبقى 3 ماينس 1.5 ايكوال 1.5. تعالى نحسب الووتر بقى. الووتر عباره عن ايه؟ 3.5 ادي الاكسجين ماينس 2.1. يلا يا صديقي هتطلع معاك 1.4. يبقى البولاريتي بتاعته اعلى من الووتر اهو. يبقى اذا يور انسر ويل بي ايه؟ فهمت؟ البولاريتي هي الديفرنس ان الكترونيجاتيفيتي انجل بتوين بوند. يلا يا صديقي الكلام اللي جاي مهم جدا. يلا يا صديقي مكملين مع بعض وبنحل سؤال 29. which of the following applied on a CO2. يلا يا صديقي تعالى نشوف كده. as هو مدي لك الكربون 6 الاكسجين ب 8. اولا اول ما تشوف السي او 2 لازم على طول تقول لي دكتور ده نون بولر. لازم تقول لي بجد ده نون بولر. ليه نون بولر؟ تعال اقول لك ليه نون بولر. لان الاكسجين عامله بوند مع الكربون، والكربون عامله بوند مع الاكسجين. في هنا الكترونيجاتيفيتي عاليه وفي هنا الكترونيجاتيفيتي عاليه، فالاثنين بيسحبوا بنفس الطريقه بنفس الباور. فتلاقي ان في الاخر ليهم نفس، يعني عايز اقول لك نفس الافكت اللي بيتم على الكربون من الناحيه اليمين هي الشمال. فالاثنين بيلغوا بعض، مفيش حاجه سحب على حساب الثانيه. وبالتالي يا دكتور احنا بنقول عليه نون بولار بوند. البوندز بتاعته بتكون ايه يا اولاد؟ نون بولار. The partial charge on the carbon atom equal. خلي بالك يا جماعه احنا قلنا ان البارشيال تشارج اللي بتكون على الكومباوند اللي بيبقى ضعيف بنقول عليها دكتور بارشيال. في الالكترونيجاتيفيتي بارشيال بوزيتيف. طب هنا خلي بالك، هو هنا عندك الكربون ماسكه في 2 اكسجين. خلاص يا مستر، يبقى بارشيال بوزيتيف 2 لانها ماسكه في حاجتين اتنين. طب اللي بعده which of the following sets of molecules is ordered descendingly، يعني من الكبير للصغير. اكتبها كده عشان ما تلخبطش. according the value of angle between the bond، من الكبير للصغير. طيب من الكبير للصغير تعالى نرتب، تعالى كده نرتب مع بعض. طيب يبقى اول واحده انا عايز ارتبهم من الكبير للصغير. لو انا هرتب من الكبير للصغير، هنا الانجل 109 تمام. هنا الانجل لا يبقى دي ما تنفعش، احنا حافظينهم. تعال نشوف البي. السي او 2 الانجل 180، بي اف 3 120 109.5، ان اف 3 دي يعتبر 107. يبقى اذا هي دي اللي مظبوط. الحاجات دي احنا قلنا عليها تتحفظ يا اولاد، تتحفظ. which of the following is applied on a molecule which their atoms are attached to polar bond. لا ركز. which of the following is applied on a molecules which their atoms are attached بالبولار بوند. السؤال ده حلو قوي. the net dipole moment اللي هو النت دايبول يقصد بيها القدرة او التأثير الافكت على الاكسجين او على الموليكيول equal 0. لا انت لو ركزت هو بيقول لك molecule their atoms are attached to polar bond، فيها polar bond. بيقول لك are polar only. لا يعني حاجة زي الكربون، هو ماسك في واحدة بولر والتانية نون بولر، تنفع الاتنين بقى. يبقى نون بولر اونلي لا برضو ما تنفعش، فاجابتي هتبقى بولر اور نون بولر. لو يا جماعة اتوم بتاتاتش تو بولر بوند فهي ممكن تبقى بولر وممكن تبقى نون بولر. والاكزامبل عندنا مشهور قوي اهو، اتومز اتاتشد تو بولر بوند اهو. البولر بوند دي
دي ممكن تبقى بولر. ولما ادي لك اكزامبل زي الكربون اهو، احنا حفظناها دي بقى، قلنا دي يا اولاد نون بولر، يعني دي بولر ودي نون بولر، يبقى عندك الاحتمالين ينفعوا. 33 the angle between bond is low as possible. اقل انجل في دول، ركز معايا كويس قوي، هي عندي مين يا دكتور؟ انا بص وانا مغمض اختار الدي طبعا. ليه؟ دي الانجل 107، الانجل 109.5. هنا الانجل الاس او 2 لو انت ركزت هتلاقي دي تراينجل. طب يا دكتور الاتش 2 اس، اتش ماسكه في اس ماسكه في اتش. خلي بالك 2 لون بير، اكتب على الاكس اي اكس 2 اي 2، ودي كانت 105، يبقى هي دي الاجابه. 34 the repulsion force between is larger than that between. اكيد الريبالشن فورس between اللون بير لازم اللون بير يا جماعه الريبالشن فورس بتبقى فظيعه فظيعه. طب الريبالشن فورس بين اللون بير والبوند بير واللون جريتر ذان اللون بير واللون بير، لا مفيش حاجه زي اللون بير واللون بير. اللون بير دول بيضربوا في بعض بيقطعوا بعض، فالريبالشن فورس عنيفه بجد عنيفه. يبقى اجابتك هتكون لون بير بوند بير is greater than او larger than البوند بير مع البوند بير. هي دي اللي صح. وجود اللون بير يعمل ريبالشن، لكن مفيش حاجه اكبر من الريبالشن بتاع اللون بير مع اللون بير. يا لهوي دمار شامل، بيدمروا بعض بياكلوا بعض. بص CO2 molecule is non-polar although it، السؤال ده مهم جدا، اكتب عليه عندي هنا اهو VIB. ذا لينير هو بيقول لك although it contain two polar bond، اللي هي الكربون مع ما دي بولر، بس البولر والبولر الاثنين قد بعض، فبيقول لك the linear of stereostructure of the molecule lead to cancelling the polar effect of each bond by صح تنفع. استنى بس، the sum of dipole moment مهمة جدا، اللي هو السحب المغناطيسي the dipole moment equal zero. صح، لأن الإفكت على الاثنين equal. the difference in electronegativity between carbon and oxygen zero، لا الكلام ده غلط، يبقى your answer E and B. مهمة جدا. which of the following compound the net dipole moment is zero؟ يبقى الاتنين قد بعض، يبقى هو يقصد، خلي بالك من الكلام ده، هو يقصد كده حاجة زي الكربون دايوكسيد. طب مين من دول؟ انا هختار البي. ليه؟ لان يا دكتور ادي البريليوم فلورين فلورين دي بتسحب، بص بقى دي الدايبول مومنت بتاعها، دي بتسحب ودي بتسحب، الشمال بيسحب قد اليمين، عارف زي ما نكون بنلعب شد الحبل، احنا الاثنين بنسحب قد بعض، يبقى مفيش حاجه بتتسحب كأن احنا واقفين. يبقى يا دكتور مهمه جدا اهو VIB، مهمه جدا يا جماعه. 36 مهم. 33 بيقول لك فيها اهو which of the following show the polarity of the bond as well as the polarity of whole molecule of PF3 and NH3. the electronegativity مديهم لك. طيب البي اف 3 انا لازم اكون عارف البي اف 3 اهي ال NH 3. طبعا ال NH 3 ده بولر، البوند بولر، يعني لو انت عايز بقى تحسبها هو الموليكيول كله بولر ال NH 3. تمام، تعالى نحسب الديفرنس برضو، البي والاف، الاف ب 4 والبي ب 2. يا لهوي دول 2 يا مستر، يعني ده انا عايز اقول لك ده بولر 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 على بوده، ده بولر بولر، ده بولر كومباوند يا ابني، وده برضو بولر. ليه؟ احسب الديفرنس 3 ماينس 2.1 0.9 صح؟ النيتروجين ب 3 والهيدروجين ب 2.1، يبقى ده بولر بولر. تمام، يبقى البوند بولر. طب الموليكيول كله، بص بقى هنا عندي مشكله. ايه المشكله؟ ان الاف اهو، بص كده الاف دي بتسحب والاف دي بتسحب والاف دي بتسحب، الالكترونز تروح فين؟ ما كله بيسحب بنفس الطريقه. يبقى يا دكتور الموليكيول كله نون بولر، يبقى
بولر البوند، لكن يا دكتور السحب بتاع، ركز، السحب بتاع البوند وبعضها ايكوال لبعض، فانت هتسحب هتروح فين؟ الحته دي مهمه يا جماعه. فالدايبول مومنت السم اوف دايبول مومنت ايكوال زيرو، يبقى انت كل الموليكيول نون بولر والحاجات دي مهمه. طيب يا دكتور ال NH3 البوند بولر واللي هو الموليكيول بولر، يبقى اجابتنا سي. نحل مع بعض الهاي ليفل all of the following express the molecule represented by AX2 except، احنا لسه حلينا من شويه it include lone 3 lone pair، هي دي الغلطه. ماشي يلا يا صديقي اقلب SO3، انا عارفها هتقول لي ايه، ادي ال SO3 ماشي، السيميلر تو SO2 اهو. بيقول لك ايه ان ستيريو ستراكشر، لا هو عايز اقول لك بس على حاجه، ده الستيريو ستراكشر بتاعه يبقى مختلف عن ده. ده هيبقى بلانر انجولار بلانر، وده هيكون انجولار، لا الاثنين مختلفين. الارينجمنت زي بعض، كلهم انجولار، كلهم هم بلانر، كلهم انجولار بلانر او تراي انجل بلانر، بالظبط تراي انجل بلانر، كلهم الترتيب بتاعهم زي المثلث. وكده يا صديقي نكون انتهينا من حل الهوم ورك. اشوفكم في فيديو جديد يا شباب. ما تنسوش تسمعوا الهوم ورك بضمير وتحلوا كويس، وقبل ما تحل ركز، قبل ما تحل الهوم ورك والكلاس شيت بتاعك، من فضلك يعني ذاكر كويس، ذاكر عشان تعرف تحل، وبعد ما تحل اسمع الفيديو بتاعنا. اشوفكم على خير، اخوكم الضحك الكبير، ربنا معاكم يا شباب.